هذا هو دواء البرد. بزاف ديال الناس في هذا الوقت هذه بالضبط كتعاني من الزكام ومن البرد والكحبه والسيلان ديال الانف. راه جبت لكم هاد المكونات اللي غادي يعالجوكم طبيعيا. غالبا ملي كيجي البرد اول حاجه كتاثر هو التنفس، الزكام، العيا، احتقان الحلق، وداك الاحساس اللي كيدمرك النهار كامل. الناس كتجري للدواء، ولكن الحقيقه ان الجسم كيحتاج مواد فعاله قبل اي حاجه. 4 ديال المكونات الطبيعيه فقط: البرتقال والكيوي والاناناس والزنجبيل. كل واحد فيهم كيعطي وظيفه مثبته ودقيقه، وملي كيتجمعوا كيعطي واحد التركيبه قويه كتعاون الجسم يتجاوز الاعراض ديال البرد. عندنا الليمون او البرتقال هو اول سلاح ضد البرد، فيه واحد النسبه كبيره ديال فيتامين سي اللي كيعزز المناعه وكيعاون الجسم يحارب الفيروسات، وزيد عليه كيعاون ينقص الالتهاب في الحلق وكيعطي الطاقه. عندنا كذلك الكيوي كنعتبروه قنبله ديال الفيتامينات، فيه تقريبا اكثر من الليمون في الفيتامين سي، وكيعاون باش التنفس يرجع طبيعي، وكيقوي الخلايا ديال الجسم باش تواجه اي ميكروب، وزيد انه كيسهل الهضم، وهذا الشيء مهم ملي كتكون. وعندنا كذلك الاناناس راه ماشي غير فاكهه مزيانه، ولكن راه في واحد الماده سميتها البرومولين. هذه الماده كتعاون بزاف تنقيه المجاري التنفسيه وكتخفف لنا البلغم وكتسهل الخروج ديالو، اضافه لفيتامين سي والمضادات ديال الاكسده اللي فيه. كذلك غادي نحتاجوا المكون الاخير اللي هو الزنجبيل معروف محاربه الحقيقيه ديالو هو البرد، يعني كيسخن الجسم من الداخل وكينقص لنا الاحتقان وكيسهل التنفس، وكذلك كيرفع لنا المناعه، وزيد عليه راه كيعاون في محاربه البكتيريا والفيروسات بشكل مباشر. ثقوا فيا ان هاد المكونات هادو كاملين اللي تجمعوا راه قنبله ديال فيتامين سي كتقضي على البرد نهائيا، حيت بزاف ديال الناس حاليا كيعانيوا من هذا المشكل. ملي كيتجمعوا لنا البرتقال والكيوي والاناناس والسكينجبير كتولي عندك تركيبه قويه بزاف، كتضرب الفيروس من عده جهات: المناعه والتنفس والالتهاب، وكتسهل خروج البلغم، وكتفتح المجاري التنفسيه، كترجع كذلك الطاقه للجسم في وقت قصير، وكتعاونك ترجع لنهارك بلا دوخه وبلا عيا. هاد الخلطه كتعطي واحد السموديه طبيعي قوي ومفيد، وكيعاون خلال هاد الايام ديال البرد بزاف. نتمنى بزاف ان يعجبكم الفيديو، وضروري ضروري ضروري بغيتكم تبارطاجيو وتهبطوا التعليقات، كتبوا لي من اين بلاد كتابعوني، وخذوا هذا المكون يعني جربوه وكونوا على يقين انك ان شاء الله بحول الله ان فوا غادي تشرب الكاس الاول راه غادي تصبح يعني بخير، ما غادي يعني ما غيبقى فيك حتى شي حاجه.